اعتماد هميل بن شرف في الحضور ليس لدعوات مباشرة، يعني دائما يعني مثلا يتصل عليك مثلا مبارك ابو علاج، يتصل عليك مثلا عبد الله البيضاني، لا تكون دعوة صاحب الحفل محمد بن ثايب مباشرة لهميل بن شرف. زملائنا طال عمرك يمونون وحنا نمون على بعضنا، ولكن انا ما اخبر اي حفله دعيت فيها الا عن طريق صاحب الحفل. في الفترة اللي انت كنت فيها مع مبارك كنت في حدود غامد، لكن لما ابتعدت عن مبارك ابو علاج وجودك اصبح في زهران مثلا، وجودك اصبح في بني مالك، وجدت لك حفلات في بني هلال. انا ومبارك حضرنا عند قبائل اكثر من غامد، والله قبائل ثانيين في بيشه، جهه بيشه والله. عند زهران حضرنا عده حفلات والله، يمكن ذاك الحين ما ادري فين انت، اما انك صغير سن فعلش ابو فرح. لا خذ راحتك، ولا انك ما تابعتنا. انت مع هذا التصنيف ولا ضده؟ خلاص تصنيف ابو خالد هو كل يعيش برايه. المحاورات اللي بينكم توصل الى شيء من عدم المألوف والمهاترات. والله انا ما اذكر ان حصلت مهاترات، شعر هو نفسه، بس هناك يزيد الحماس شوي في جهه في بيشه. اي نعم، وبيشه يكون فيه جمهور شادين المحاوره والشعار برضه، وفي شده في الشعر، لكن اما انها تحصل الى شيء غير المألوف هذا ما اذكر شيء. ليش روح شفت بن ثايب مثلا ومثلا من بيشه، ليش ما شفت لك ثنائي من غامد؟ يعني عندك الان عايض بن نايف، يعني عايض انا وياها اتلمى احيانا حفل قبل اسبوع عند بالحارث. عايض عبد الله بن سويلم شعر واجد في غامد كثيرين. عبد الله بن سويلم يعني صار بينك وبينه الان اتفاق يعني برضه من ضمن والله عبد الله طال عمرك، مع انه عبد الله شاعر انا في تصنيفي يعني ما تنزعج مني ولا ينزعج مني اخوي عبد الله، وانا يعني اوجه له دعوه من منبر محطات. يعني عبد الله ميال للمهاترات يعني وحماسي، يعني دائما والله ما بدا بشيء يعني يتصادم دائما، بس يحب يكون حماسي، بس هذا هو شاعر حماسي. محمد الغويد اقول بيض الله وجهه ما قصر، كافح طال عمرك يمكن 40 سنه في ميادين العرضه، وكلامه جميل وجزل، والله الدين الشعر كلهم ينهجون منهجه. تشاهدون محطات على قناة الفرسان كل يوم ثلاثاء بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة.